قال السيد محمد صادق الصدر قدس سره في حق ولده: وإن من نعم الله وآلائه على هذا العبد الفقير إلى عفوه وصفحه أن رزقني من الأولاد واحدا كألف، وبه يحفظ الله لنا هذه السلسلة الذهبية أن تفقد بعض حلقاتها، وبه تحتفظ السلسلة بكامل نضارتها وهيبتها وجميل هيئتها. ولد حفظه الله في السنة 62 بعد 1300 في ضحى يوم عيد مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة سميته محمدا. نشأ والحمد لله نشأة حسنة تحت ظل جده شيخنا آية الله العظمى مرجع عصره الشيخ محمد رضا آل ياسين رضوان الله تعالى عليه. فلما تقلص ظل الشيخ عنا في سنة 1370 للهجرة، كان لا يزال ولدي طفلا في 8، فاشتغل في تعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثم اشتغل بمقدمات العلوم فأتمها، وبعدها درس السطوح فأتقنها، وهو في الوقت الحاضر يحضر دروس الخارج على العلماء الأعلام وآيات الله العظام، وقد دنا من الاجتهاد قاب قوسين أو أدنى، إن لم يكن قد لمسه باليسرى واليمنى. وزيادة على ذلك حصل من العلوم ما هو خارج عن دائرة اختصاص المجتهدين، وألم إلمامة بسيطة بلغة أجنبية، وقد أحاط كل ذلك بالتقوى والعفاف والطهر. فشكرا لله إن كان الشكر يفي ويكفي. وهذا ولدي العالم الفاضل التقي النقي المؤلف المجيد والشاعر الناثر محمد الصدر، ولا أراني بحاجة إلى نصحه ووعظه، فإنه مستغن عن ذلك، بل هو الذي يجب أن ينصح ويعظ الناس. وهنا يأتي المثل المشهور: ما المسؤول بأعلم من السائل، فقد رضع در الدين وتربى في حجر الدين. والمأمول منه أن يصرف همه وهمته إلى نصرة الدين.